زينهم احمد عبد العزيز صاحب حمام مرجوش. طيب في البدايه بقى عايزين حضرتك تكلمنا عن تاريخ الحمامات الشعبيه في مصر. هو كان عدد الحمامات الشعبيه في مصر 365 حمام. بعد ايام السنه كان كل يوم السلطان الحاكم بيستحمى في حمام، لدرجه ان سميت الحمامات باسماء الايام: الجمعه، السبت، الحد، الاثنين لغايه الخميس. دي كان ايام. وبعد كده ابتدى السلطان الحاكم بامر الله انه هيوزع الحمامات بتاعته على المماليك بتوعه او الحاشيه بتاعته. هو الحمام ده من نصيب بدر الدين الجمالي، قائد الجيوش العربيه في الوقت ده. سمي الشارع باسم امير الجيوش، والحمام سمي باسم مرجوش. احنا مأجرين من سنه 1886، مأجرين الحمام ده بالوراثه، جد الاب. احنا بعد كده يعني توارث. بوابه طرقه اسمها دهليز. المنطقه اللي احنا واقفين فيها قاعدين فيها دي اسمها المسلخ. في باب اول، في الحراره بتنقسم لعده اقسام: المغطس، الفسائيه، 5 خلاوي، 2 مقفولين و3 مفتوحين. الحمايه ان احنا الميه عندنا هنا بتوصل درجة حرارتها ما بين 45 درجة مئوية ل 50 درجة مئوية. فالزبون ما بيقدرش ينزل المغطس، بيقعد في البخار بس، ياخد البخار بتاع المية، وده بالتالي بيبقى ده فايدة بالنسبة له. أما نزول المية ده ما يقدرش ينزله لأن درجة حرارته عالية. العاملين بالنسبة للرجال 3: الحارس أو الناطور. الناطور ده اللي هو الاسم الدارج القديم باسم الناطور، اما دلوقتي فاسمه الحارس. الحارس ده وظيفته ان هو بيستلم الامانات بتاعت الزباين وبيشيلها عنده، وبعد كده لما بيخلص الزبون بيستلمها منه، زي ما سلم بعدد بيستلمها بعدد. طب مواعيد العمل بقى في فترات للرجاله والسيدات؟ فترة السيدات بتشتغل من 9 صباحا لغاية 5 مساء، ده سيدات. من 7 مساء لغايه 4 صباحا الفتره الرجاليه. ايه المميز اللي حضرتك بتقدمه في الحمام هنا بيخلي فيه اقبال مع وجود وسائل حديثه تانية ظهرت دلوقتي في العصر الحديث؟ هنا بخار ميه طبيعي. في الساونا والجاكوزي بخار صناعي. بخار صناعي ايه يعني؟ هيتر سلك نيكل كروم مغلف بصاج، وبعد كده معمول له عازل. ده بيسخن، بيطلع سخونيه، يضرب بالصاج بيطلع سخونيه. هنا انا عندي بخار ميه طبيعي، خزان فوق شغال 24 ساعه عليه نار. طبعا الميه بتسخن، بتنزل في ماسوره، الماسوره دي بتنزل بخار على الميه، تطلع بخار. البخار ده بيقعد فيه الزبون نص ساعة لو قدر، ساعة وربع لو قدر. الموسم بتاعنا الصيف. ليه؟ الشتاء الجو بره ساقع، الجو جوه سخن، فطبعا لما يطلع من سخونية لساعة برضك الزبون بيتعب. أما في الصيف الجو بره سخن وجوه سخن، وبعد كده بيطلع يقعد مثلا هنا شوية، بياخد على الجو اللي بره وبيطلع عادي. التصميم بتاع الحمام نفسه في حاجة مفيش مهندس بيقدر يعملها دلوقتي. الساعة ما تخشش جوه، السخونية اللي جوه ما تطلعش بره. ليه؟ لأن في عازل. العازل ده عازل طبيعي، مش عازل صناعي. يعني مثلا أجهزة التكييف بيتحط لها فل صوف زجاجي، حاجات زي كده. احنا لا، احنا عندنا حيطتين، حيطة كده وحيطة كده، ونفرغها من النص. التفريغ بتاع النص ده هو ده العازل. كواحد من اصحاب الحمامات بناشر وزارة الثقافة انها تفتح كل الحمامات المغلقة، تفتحها، لان في تنافس ما بين الحمامات وبعضيها. فتبص تلاقي الاقبال هيبقى اكتر من